السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة هنعمل السمك الماكريل او السمك الروسي على حسب ما انتوا بتقولوا عندكم في المكان اللي انتوا فيه بتسموه ايه. السمك الماكريل ده هنعمل له خلطة كده تحفة طعمه حكاية. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندي سمكتين من السمك الروسي هنضفهم كويس جدا وادعكهم بقى بالدقيق والملح واظبطهم واحطهم بقى ايه بالليمون كويس. اهم حاجة هاجي بعد شوية اما يتصفى خالص من المية، اجيب مناديل مطبخ كده وامسحه كويس او ما اخليش فيه ولا نقطة من المية اللي بتنزل منه، علشان دي اللي بتسبب الزفارة بتاعة السمك الروسي ده او الماكريل. ماشي، هنمسحه كويس قوي قوي بالمنديل. تعالوا بقى نعمل له خلطة حكاية نحشي بيها. عندي بقى التوم بتاعي في الكبة كله على بعضه كده، وعندي بقى فلفل، لمي الفلفل اللي في التلاجة كله احمر واخضر، والثوم وراس توم كبيرة وطماطمايه والليمون والخضرة بتاعتنا. كل ده على بعضه، معلش صوتي بقى تعبان شوية عشان عندي برد فاعذروني. هنحط كل ده مع بعض بقى في الكبة اهو، ونكتر بقى الليمون كتير كتير. انتوا عارفين السمك بيحب الليمون. نعصر بقى كده، وعندي شوية بقدونس وكزبرة خضرة اللي هو الورق بس مش الأطراف، عليهم طماطمايه. ودلعي الخلطة دي كلها مع بعض كده، دلعيها وفرميها قوي قوي. عندي اتفرمت اهي. هنزل بقى عليها بالتوابل بتاعتي، فلفل اسمر وكمون. هنزل بالطبق واسع او حاجة، فلفل اسمر وكمون وكركم وبابريكا وكزبرة ناشفة، من كل حاجة نص معلقة. تمام كده، وشوية زيت صغيرين معلقتين، والملح الابيض بتاعنا ما ننساش. هقلب تقليبه كويسه. وتعالوا بقى السمكه بقى اجي على جنب منها وافتحها كده فتحات بالعرض كده من فوق. دي هتتحشي معاها وتبقى لحمها كده وشارب من التتبيله وطعمه حلو جدا. هنحشي بقى ودلكي السمكه قوي قوي، اعملي لها مساج كده. املي بقى الفتحات اللي عملناها دي من الخلطه، وسيبيها بقى كده مع نفسها ساعتين ولا حاجه تتبل. تعالوا بقى ساعة ما هنيجي نعملها، هنعمل بقى ليها فرشة في الصينية تحفة، حبة خضار كده هيتاكلوا قبل السمك. عندي بصلاية كبيرة هخيرتها شرايح، وعندي بقى طماطم وفلفل وبطاطستين كده. البطاطس دي بتبقى طعمها حلو قوي مع الصينية دي. حابينها حطوها، مش حابينها بلاش منها خالص عادي، ممكن اللي هو الخضار وخلاص. عندي بقى البصلة بتاعتي هحط عليها شوية ملح صغيرين وادعكها قوي قوي قوي، وعليها كمان معلقتين من تتبيلة السمك اللي كانت باقية عندي. طبعا وانتي بتعملي التتبيلة كتري قوي عشان بتحطي منه على الرز وبتحطي منه في كل حاجة، بتبقى الخلطة جميلة. بعد ما دعكنا بقى البصل، هننزل بالخضار كله مع بعضه، البطاطس والفلفل والطماطم وكله، وادعكي بقى مع بعضه كده ايه، ما تكثيف بعضه بالشكل ده. وكمان شوية كزبرة وبقدونس من الاخضر. شفتوا المنظر؟ والله شكله يفتح النفس. خلاص بقى بعد كده هنزل بالسمكتين بتوعي على وش الصينيه. طيب هندخلهم الفرن كده، والليمون بقى شرايح الليمون مهمه جدا. هندخله الفرن كده؟ لا، هنجيب بقى نعمل لها خلطه كده من على الوش تحفه. عندي بقى معلقه صلصه وعليهم معلقتين من الزيت. تعالوا بقى ندلك وش السمكه ده بالشكل ده، دي تدي لون بس دي علشان تخلي السمكه شكلها حلو. لما هتدخل الفرن هتدي اللون الجميل الاحمر الحلو اللي احنا كلنا بنحبه. تمام كده، عندي الصينيه زي الفل. حطي بقى الليمون بتاعك من على الوش ودخليها الفرن على الشبكه في النص. هتطلع بالشكل ده تحفه ومستوي السمك وطعمه لذيذ. واتمنى فيديو النهارده يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسابسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي اول مره يشوف القناه. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد.